وفي سياق متصل، تجتاح تونس موجة من الخوف على شبابهم وبناتهم في ظل الفتاوى التي تصدر عن تكفيريين، وآخرها حول جهاد النكاح للداعية السعودي محمد العريفي، حيث يغرر بالمراهقات التونسيات للذهاب إلى سوريا. وأبلغ رئيس ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب اليوم الرئيس التونسي منصف المرزوقي بأن مئات من الشباب التونسيين يقاتلون في سوريا. الفتاوى المتكاثرة الصادرة عن بعض الشيوخ باتت موضع نقد ورفض سواء من رجال دين آخرين أو من الدول الإسلامية. ففضلا عن الفتاوى التي جرت شباب الأمة إلى إزهاق أنفسهم في المعركة السورية، جاءت فتوى الداعية السعودي محمد العريفي بما أسماه جهاد النكاح. تونس إحدى ضحايا هذه الفتوى، حيث بدأت تتنامى الأنباء عن توجه مراهقات تونسيات إلى سوريا تطبيقا للفتوى، أمر تصدى له وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي، وقال إن تلك الفتاوى لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسة الدولة. يأتي ذلك عقب نشر فيديو لعائلة غرر بابنتها البالغة 16 عاما، ما شكل صدمة للمجتمع التونسي. صغير هذا اللي عمره 16 سنة، هو تقريبا 16 سنة يعملوا فيهم هكا، يغسلوهم ومخاخهم ويخرجوهم لبرا. يا جهاد، جهاد الله يتولديك، جهاد الله يتولديك وقرايتك وماكلتك، جهاد خلينا مفردين عينا كاملة مقهورين. ومؤخرا أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل جهاد النكاح، أي التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون في سوريا. وحول هذا الموضوع تساءل الوزير التونسي عن ماهية هذه الفتاوى المشبوهة من الناحية العلمية والمنهجية والموضوعية، كما حذرت وزارة الشؤون الدينية التونسيين ودعتهم إلى تكثيف الإحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء هذه الدعوات الخطيرة التي تستغل عوامل انعدام الفكر النقدي ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية وإرسالهم إلى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد. ويبرر العريفي فتوى هذه بأنها تحل المشاكل الجنسية لمن أسماهم بالمجاهدين، بعد إعرابه عن انزعاجه من حرمان هؤلاء الذين يقاتلون في سوريا إلى جانب جماعات المعارضة المسلحة من الملذات الدنيوية بحسب تعبيره. وتشير تقارير إلى أن أعدادا كبيرة من الشباب التونسي يذهبون أيضا إلى سوريا. باش تشوف كمية الدناءة والقذارة، يلزم عند البيئة هذيك، يلزم الفلوس هذيك تمشي للشخص بعينه، يمشي لتركيا، من تركيا يكلموه بالتليفون يقولوا تهبط لانطاكيا تقابل ابو احمد. وانا نعرف الشباب اللي كانوا في سوريا واللي موجودين تو يعرفوا شكون ابو احمد. ابو احمد يسلمهم في الحدود الانطاكية على البر للشيخ ابو هادي. ابو هادي عنده هونداي سيارة او شنو تكلف حوالي 25,000 دولار يا ابو قلب، وانا ونيتي نشري عجل. يدخله ابو هادي الاول نقطة لما يسمى بجيش السوري الحر، وينطلق في الجهاد، ويرجع ابو هادي يبات في حربية مدينة الاحلام في تركيا. ويكشف شاب تونسي عائد من القتال في سوريا عن قيام المسلحين بعمليات حرق لجثث الأجانب والعرب القتلى، فضلا عن تصفية بعضهم بهدف إخفاء هوياتهم.